دعاء عظيم كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. كما أحسنت خلقي، أحسنته في أحسن صورة، جمل، حسن خلقي كما أحسنت خلقي. كان بعض السلف كل ما ينظر إلى المرآة يشوف روحه، الحمد لله أبك ما كاش مخلوق في الدنيا أحسن الله خلقته مثل الإنسان، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما كاش مخلوق، ربي جمله بالخلقة الحسنة مثل الإنسان، فبعدها يتمنى أن تكون أخلاقه مثل خلقه. لهذا كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. هذا دعاء مهم جدا يا إخوان، نتعلموا نقولوه، لأنه اللي يعطيه ربي أخلاق حسنة الدنيا وما فيها. كان بعض السلف أو كانت نساء السلف كي تكون تربي وليدها صغير، وهذا مليح للأمهات اللي عندها صبي، كي تكون تربيه تنظفه تعطره تزينه تجيبها الدعاء. شفت الولد بيبي صغير شباب كذا، كانت تأتي بها الدعاء ليصلح الله ولدها ليكون عظيما إذا كبر، فكانت تمسكه وتأتي بهذا الحديث تقول: اللهم كما أحسنت خلقته فحسن خلقه. فنداء إلى الأمهات، كل امرأة عندها صبي كي تكوني تنقي لوليدك تغسلي له جيبي هذا الدعاء، قولي: اللهم كما أحسنت خلقته فحسن فحسن خلقه.